احنا عايزين نقول من شويه في لنا شويه تهديدات في الجول. الفكر اللي بيهددنا انا عارف ان هو في المدرس فكر اللي بيهددنا في شرفنا، لكن انا بقول له اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن احنا عندنا رب العباد هو اللي بيقدر كل شيء، واحنا منتظرين قدره الله في اي شيء، ومش عندنا استعداد نتحمل اي حاجه. احنا مش جايين نحتفل بكره، احنا جايين نقول كلمتين اتنين بس. عارفين ايه يلا؟ عارفين ايه يلا؟ القصاص القصاص. نمتوا يا شعب. ايه نعمل ايه؟ انتوا عايزين تسمعوا حقائق ولا عايزين ننام؟ ايه؟ طب قبل ما نقول كده شفت كل اللي هنا رب تاكيد اسم تهوى شويه مطر. الوقت ده هندعي دعاء عظيم جدا في نزول المطر. يلا نقول كده يا الله الله يا الله وانصر مصر يا الله. يا جماعه انتوا ليه لسه صوتنا لسه ده احنا هنبدا لسه بعد ساعتين مش كده ولا ايه؟ عارفين هو صح عشان كده. ده رقم واحد باسم كل عين جميله قدامي، والاسم كل طفل، والاسم كل ام وكل اخت وكل مصري، بيقول ان احنا هنبدا اعتصامنا من هذه الليله لحين رحيل المجلس العسكري خارج نطاق خدمه البلاد ويرجع لسكناته مره ثانيه لخدمه شعب مصر. دول متاح اثنين هم بيقبضوا مليون. اسمعوا بقى بيقبضوا فلوس مليون مرتباتهم منين؟ منك، من ضرايبك، من دمك، من اكلك، من ابنك، من شاك، من عرقك. هم جايين فلوس من ده. النهارده الجمهوري قال كلمتين حلوين قوي بس للاسف بيقول لك انا بروح اجيب فلوس من البلاد اللي بره. طب انا برد عليه بقول له احنا عايشين في مصر على نسبه صغيره قوي من الارض. طب انت ليه ما اديتش المساحات ووزعت للشباب وقلت لهم اشتغلوا وزرعوا الارض علشان مصر تبقى جميله؟ يبقى انت تقصدها عند ان انت تستمر في الفساد وتستمر في خراب البلد. النهارده امبارح غير امبارح الغاز والبنزين والجاز. عارفين مين اللي عمل اللعبه دي؟ اذكر الله. عشان بس الكلام صح. اولا حد فيكم يملك ان هو عنده بنزينه او يقدر يدي امر البنزينه او امر الضخ غاز؟ الانبوبه في اسرائيل ان شاء الله هتفضل بكره. الانبوبه في اسرائيل انا بقول لكم اهو دلوقتي. الانبوبه في اسرائيل بتكلف تعريفه. عارفين يعني ايه تعريفه؟ نص قرش. انت هنا ب 50 جنيه مش لاقيها. عارفين مين اللي عطش السوق الفتره اللي فاتت؟ عارفين مين اللي عطش السوق؟ اذكروا الله. تسقيها الانابيب بتاع الغاز ازاي؟